مرتضى منصور هو رئيس جمهورية مصر القادم بإذن الله. سبب والشعب. سبب الثقة دي، انت بتقولي دلوقتي تصريح على الهواء مباشرة مرتضى منصور هو رئيس جمهورية مصر العربية القادم، سبب الثقة دي او يعني اليقين ده ايه؟ شوفي، ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى ان انا ناوي لا داخل اسرق ولا داخل اعمل توريث ولا داخل اعمل قوانين تأذي شعبي. بس ممكن يكون مرشحين اخرين برضو لا داخلين يسرقوا ولا يعملوا توريث. انا ما بتكلمش عن مرشحين اخرين. انا بتكلم عن نفسي انا ودي نيتي انا. ايه اللي يميز المستشار مرتضى منصور يخليه يكسب الانتخابات؟ انا واحد من الشعب، تاريخ المشرف. لم اضبط، انا اول رئيس محكمه استقال مع رئيس القضاء في العالم. كنت اصغر مؤلف قانون في مصر، جائزه الدوله التشجيعيه. خلاص، محامي نقد ليا اسمي واحترامي. 5 سنين في مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب، ما احتفظت مستقل برامج عنيد. يبقى محامي تحت التمرين، وكيل لجنه تشريعيه او رئيس لجنه تشريعيه، وانا نفر في اللجنه. لكن احتفظت باستقلالي، بقول كلمتي وما بغيرهاش. ما بخافش. لو بقيت رئيس جمهوريه هترجع فلوس مصر المنهوبه والمهربه للخارج ازاي؟ بالاحكام اللي احنا شايفينها دي صعب انها ترجع. عارفه ليه؟ العالم بره ما بيعترفش بالمحاكمات اللي بتحصل دي. القاضي عادل، لكن ما ينفعش احمد عز اللي انا ما بطيقوش وهو بيتحاكم يتقال له يلا يا ابن الكلب والجزمه. ما هو ده هيتصور وهيطلع بره. دي مش محاكمه عادله. حضرتك عايز فلوسك ترجع لك، سيب القاضي يحكم. سيب القاضي من غير ضغط. يا ريهام، ده انا في قضاه في دوائر معينه تاجر مخدرات ياخد 15 سنه، اهله اللي هم تجار مخدرات يخشوا على القاضي يحطوه في القفص ويطلعوا تاجر مخدرات بره. احنا في مرحله عبثيه. لو هتغير الواقع ده ازاي بحيث ترجع فلوس مصر الموجوده في الخارج؟ شوفي تشرشل بعد الحرب العالميه انجلترا اتدمرت، فسالهم اخبار البلد ايه؟ بريطانيا العظمى. قالوا له المصانع اتدمرت، المدارس، المستشفيات. قال لهم وقضاء انجلترا؟ قالوا له ما زال قضاء عظيم، اللي هو تعرف اللي بيلبسوا البارو. قال لهم ستعود بريطانيا عظمى كما كانت وقد كان. اي بلد في الدنيا تقاس حضارتها ومجدها بقضاتها. سيبوا الله يشتغلوا. القاضي العادل يشتغل، القاضي على المنصه وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسبه وضميره. انما القاضي بيبقى على المنصه وفي مظاهره بره وفي ناس بتشتم جوه. انت اوعى تفتكري انك بتخوفي احمد عز، ما بحبوش ده، ولا احمد نظيف اللي انا مش طايقه. لا، انت بتخوفي القاضي، انت بترهبي القاضي. والقاضي في هذه الحاله ما هو بشر، ما هو مش القاضي بشر. عايزين يسيبوا القضاه يحكموا بيرضي الله. الذي يستحق الاعدام ياخد اعدام، اللي يستحق السجن ياخد سجن، اللي يستحق البراءه ياخد براءه. وبعدين في درجه ثانيه، في نقد. في قضاه مصر على فكره، قضاه مصر شرفاء، انا ما بجاملهمش. انا اتحبست كذا مره، ولكن مع ذلك بقول مش عشان قاضي ظلمني او محقق ظلمني، لا، ده نقطه في طوب ابيض جميل ناصع. سيبوا الطوب الابيض ده. الفلوس ترجع ازاي؟ بقى الاحكام الناصعه العادله. لان الاحكام لو واحد يطلع بيقول لك ايه؟ انا محامي الشعب. مين يفوضك يا بابا؟ واحد تاني كان قاعد في باريس كل شويه يعمل مداخله، اصل انا ويشتم في القاضي. يا ابني انت مين مفوضك؟ انت راجل قاعد في فرنسا طول عمرك، انت عايز ايه من مصر؟ عايز اقول لك نسيب القاضي يحكم. لكن احنا لو قوضنا القضاء وضربنا الامن وشملنا القوات المسلحه وما عندناش سلطه تشريعيه، طب ما هو خلاص احنا دخلنا على انهيار ده. طب عايز ارجع للسياسه الخارجيه، لو قلنا مثلا علاقتنا بايران هتعمل فيها ايه؟ انا عندي مبدا، من يحترم شعب مصر في الداخل والخارج فوق دماغي. شعب مصر مش جوه بس، شعب مصر اللي بره، اللي اتغرب بره عشان يشتغل، اللي طفح الدم والكوته بره. الدوله اللي هتحترمه وتدي له حقوقه، علاقتي بيها تبقى علاقه مصر علاقه محترمه. الدوله اللي هتين مصر بره كانها هانت شعب مصر كله. كويس. طيب شايف ازاي الاحزاب الكتيره الجديده اللي بتنشأ دلوقتي في مصر وحاله الحراك السياسي ده؟ انا مش شايف احزاب. امال شايف ايه يا استاذ؟ شايف بوتيكات. بوتيكات؟ للاسف. يعني ايه بوتيكات؟ اصلا كل البرامج متشابهه. وبعدين انا قريت في جورنال ان يعني عشان نتكلم بصراحه، ان نجيب ساويرس صرف على 7 8 احزاب عشان تقوم. انا قريت في جورنال الكلام ده. الحزب يطلع من الشارع، زي حزب الوفد اللي طالع من الشارع، زي التجمع، زي الناصري. ايه المشكله اذا الحزب صدر بشكل قانوني يعني وما خرجش القانون، سواء رجل اعمال اللي عمل هذا الحزب هو الحزب طلع من الشارع زي ما هو حضرتك الحزب ده طالما قانوني، فين المشكله؟ يعني وطبعا لا، في حزب طبعا احنا ناسيين اللي هو حزب العداله، اللي هو بتاع الحريه والعداله. وانا ليا موقف من اول يوم، بالرغم انا مش تبع الحريه والعداله، ويمكن هم يتذكروه في قضيه الاخ جمال حشمت، كان من قيادات الاخوان المسلمين في مجلس الشعب. لما مجلس الشعب حبوا يطلعوا
من المجلس الوحيد اللي وقفت تصدى انا وقلت لهم على فكره مش تاخدوا كلامي لان انتوا الاغلبيه الكاسحه الحزب الوطني الكاسحه الفاسده، والكلام ده مسجل وهشوفه شبابنا ان شاء الله. امال ايه؟ امال عندك اعتراض على حزب الحريه والعداله؟ لا ما عنديش اعتراض، عايز اقول ان الحزب ده فيه يعني عنده ناس. الحزب يا جماعه لازم يبقى جاي من ناس، في ناس تمام. لكن هذه الاحزاب كلها في النهايه اذا كانت بتعمل حراك سياسي يبقى شيء محترم، لكن اذا كانت جايه بعضها باجندات معينه انا بقول هتسقط لوحدها، لان الشعب هو اللي بيفرز يا ريهام دلوقتي.